في مشهد تاريخي بيتكتب على الحدود بتاعتنا وانا بكلمك دلوقتي، مشهد ممكن يقلب كل الموازين في المنطقه. نحن هدفنا هو كسر الحصار ودخول هذه المساعدات إلى غزة. اللي انا جاي اقول لك النهارده مش مجرد خبر عادي، دي خطط واسرار وابعاد محدش فينا كان عمره يتخيلها. ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ في جاي علينا من الصحراء، من قلب الجزائر وتونس، ومن مسافه تعدت 3000 كيلومتر، في قافله ضخمه بتتكون من اكتر من 1000 واحد، ويمكن اكتر بكتير من العدد ده، كلهم ناس من كل الفئات ومن كل الدول العربيه. الناس دي نيتهم ان هم يجوا مصر هنا ويكسروا الحصار اللي عاملاه اسرائيل على اخواتنا في غزه اللي استمر لمده سنتين. بس السؤال اللي انا جاي اساله لك واللي مش هيخليك تنام النهارده، هي القافله دي فعلا بدايه فك الحصار على غزه، بدايه الامل اللي احنا مستنيينه بقالنا كتير، ولا اللي جاي ده ممكن يكون فخ او مصيده لمصر، او حتى ممكن تكون قنبله موقوته تولع المنطقه كلها؟ طب مين هي الناس دي؟ وليه اختاروا الطريق الصعب ده بالذات؟ وليه في التوقيت ده بالتحديد؟ طب ليه مفيش اي حد يعرف حاجه عن الناس دي بشكل رسمي؟ طب تفتكروا الحكومه المصريه مستعده تستقبلهم؟ ويا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو وصلنا لساعه الصفر والناس دي وصلت عند معبر رفح وما قدروش يدخلوا؟ طب الناس دي بالكفاءه والشجاعه اللي عندهم دي ممكن يكونوا عارفين ان هم جزء من لعبه اكبر منهم، لعبه ممكن يكون متخطط لها من اجهزه تانية ولا عايزه الخير لمصر ولا عايزه الخير لغزه؟ طيب واسرائيل هل هي واقفه تتفرج ولا ايه دورها في القصه اللي دايره دي؟ وممكن يجي لها بجراءه ان هي تضرب الناس دي وهي على الحدود المصريه هم بيخشوا؟ طب لو ضربتهم هنعمل ايه احنا وقتها؟ هنقف نتفرج عليهم ولا هنخش مع الاسرائيليين في حرب ومواجهه مباشره ممكن تودي القضيه كلها في داهيه؟ ده اللي هنلخصه مع بعض وهندردش فيه في حلقه النهارده من الخلاصه. وقت ما انا بصور معاكم الحلقه دي حاليا في اكتر من 1000 شخص جايين في قافله من حدود مصر الغربيه من عند ليبيا كده. القافله دي متجهه ناحيه معبر رفح عشان تكسر الحصار اللي عمله الكيان الصهيوني على اخواتنا في غزه. طب هو ايه اللي حصل؟ يعني هي القافله دي طلعت كده من العدم واتكونت بين يوم وليله؟ بص يا سيدي هحكي لك. القصه معانا بتبدا من الجزائر وتونس، لما الاف الناس من كل الاطياف قرروا يتحركوا في قافله اسمها قافله الصمود، هتيجي مشي من الجزائر وتونس وهتدخل ليبيا وبعدها تخش مصر، على امل ان هي توصل لغزه المحاصره في اقصى الشرق وتكسر عنها الحصار وتدخل لاهاليها المساعدات والاكل والشرب. خلي بالك القافله دي مش صغيره خالص، دي انضم ليها لحد دلوقتي فوق ال1000 شخص من اكتر من 5 دول عربيه مختلفه. ضيف عليهم بقى الناس اللي هتنضم ليهم من ليبيا والناس اللي هتنضم ليهم من مصر لما يوصلوا. بص يا سيدي، كل الناس دي هي ناس مؤمنه بالقضيه، شايفين اخواتهم كل يوم بيموتوا من الجوع ومن القصف، وقرروا ان هم يقولوا كفايه ويتحركوا بنفسهم، يمكن حاجه تتغير وتبقى المسيره دي او القافله دي هي الشراره بين كل الدول العربيه. كل ده حاجات جميله وتمام وانا بدعمها، بس في كده كام استفسار عايز اسال عنه. اول حاجه هي معبر رفح. المعبر اصلا متدمر دلوقتي واسرائيل هي مسيطره عليه من الجانب الفلسطيني، وحاليا الموقع بتاع معبر رفح ده واقع في منطقه حرب. ده معناه ان اي حد هيوصل لمنطقه الحرب دي من غير ما ينسق مع حرس الحدود المصري بيعرض كده نفسه للخطوه. ودينا كده من كام يوم لسه شايفين سفينه المساعدات مدلين، الجيش الاحتلال عمل فيها ايه؟ اهي بقى ما كانش عليها عرب ولا ناس من افريقيا، دي كان عليها نشطاء اوروبيين، ولا فرق مع الاسرائيليين ووقفوهم وخدوهم برضه، قبضوا عليهم وخطفوهم كمان في المياه الدوليه. ما بالك بقى اخواتنا العرب اللي هم اصلا الاسرائيليين مش بيطقوهم لما يخشوا في منطقه زي كده؟ الجيش الاسرائيلي هيعمل فيهم ايه؟ النقطة الثانية يعني اللي انا مش فاهمها، مصر طب هتعمل ايه؟ الجيش المصري هيتفرج على الناس دي وهي بتضرب بالنار او بيتم اعتقالها ويتفرج عليها وفي الاخر يتقال علينا ان احنا سيبنا اخواتنا العرب؟ ولا هنرد على ضرب النار بضرب النار ونخش بقى في حرب مباشرة معاه؟ خلي بالك ما تنساش ان غزه دلوقتي مش كمان بس تحت القصف، ده فيها اصلا انشقاق جوه داخلي مرعب. لو انت ما تابعتش اللي حصل في القطاع بقاله كام يوم، خليني اقول لك ان في اشتباكات شغاله بين الفلسطينيين بعضهم في بعض. دلوقتي في غزه ظهر طرفين للمقاومه، حماس اللي احنا عارفينها وطرف تاني شديد العنف ومفيش حد عارف هو ظهر منين واسمه ابو شباب، او تنظيم ابو شباب ده بيحاول يشيل ويزيح حماس من السلطه وياخد هو مكانها. الكارثه بقى ان اسرائيل دخلت وبقت تدعم تنظيم ابو شباب ده وبتموله كمان بمسيرات من الجو، ولسه امبارح منفذين ضربه بالمسيرات الجيش الاسرائيلي وقع 4 من عناصر حماس. يعني الجبهه الداخليه اصلا في غزه مولعه. في كلام بقى ان حركه ابو شباب اللي بيدعمها الجيش الاسرائيلي بتدعمها كمان دوله عربيه بس مش هينفع نجيب اسمها عشان مش هتقفل في قنوات اليوتيوب. لو انت عارفها قول لنا في الكومنتات. يعني تخيل معايا كده المشهد، ميليشيا فلسطينيه ظهرت من العدم وبتحارب حماس اللي هي اصلا بتهاجم الجيش الاسرائيلي.
ظهرت من العالم كده، وكمان بتدعمها مع اسرائيل ودول عربيه. فهل بقى في الاخر القافله هتعرف تخش وسط المدعكه دي؟ وهم اصلا الناس المدنيين العزة اللي في القافله هيقدروا يتعاملوا مع مواقف زي دي؟ الكارثه بقى بالنسبه لي لما عرفت ان مفيش اي رد دبلوماسي من السفارات المصريه في الدول العربيه دي ان الناس دي او الوفود دي جايه هنا، ولا في اي تصريحات طلعت. مصر لحد تصوير الحلقه دي وفريق الاعداد بيجهزها ما كانش في منها اي رد، لكن دلوقتي واحنا بنسجل وزاره الخارجيه طلعت واعلنت وقالت ان اي حد عايز يخش مصر يروح معبر رفح لازم بتصريح رسمي ويكون من وزاره الخارجيه بتاعت بلده. السؤال الاهم بقى، لو القافله دي يعني هي المفروض على بكره الصبح او يوم الجمعه كده هتوصل ليبيا، والناس جت وقفت واتحشدت عند معبر السلوم، وحرس الحدود راح وقفهم ومنع دخولهم عشان معهمش اي اوراق تسمح لهم انهم يعدوا، خصوصا مع الظروف الامنيه اللي احنا بنمر بيها. هل هيستنوا بقى ويهدوا كده لحد ما يتفتشوا ونكشف عليهم ونشوف في ليهم اي خلفيات، خاصه ان في نوش في ليبيا وفي ارهابيين كتير، ولا هيعملوا شغب ويجي بقى اعلام الجزيره واعلام رصد يقول لك بص مش عايزين يدخلونا؟ انا مش بعرض دخولهم، انا بدعم اهل غزه وعايز افك الحصار عندهم، لكن انا بالنسبه لي الامن القومي المصري اهم 100 مره من اي مصلحه خارجيه، وما ينفعش ندخل المشاعر في السياسه. والخطوات اللي بتتاخد دلوقتي عشان يخش الحدود المصريه دي ممكن جدا يتم استغلالها من جهات هتحاول تركب الموجه وتحول العمل الشعبي النبيل ده لاداه ضغط سياسيه. وللاسف النوايا دي باينه عند بعض المحسوبين على الحمله دول في بوستاتهم، والواضح يعني ان هم مستغلين القافله دي عشان يفرضوا امر واقع على مصر، عشان يجبرونا ويزقونا ان احنا نخش حرب غصب عننا احنا في غنى عنها اصلا. السؤال اللي عندي بقى، يعني الناس اللي في القافله دي ايا كانت نيتهم، هل هم عارفين ان هم مشاركين في لعبه اكبر منهم؟ طب في النهايه يعني احنا مطلوب مننا نسيب اخواتنا يموتوا من الجوع ومن الاباده؟ يا صديقي صدقني لا خالص، محدش قال كده، بس بيقولوا ان الشيطان يكمن في التفاصيل، وكل المطلوب عشان القافله دي تؤدي الغرض المطلوب منها وما يتمش استغلالها في اهداف ضد اصلا مصلحه القضيه هو شويه بس تنسيق مع الحكومه المصريه، عشان نبقى عارفين يعني مين اللي داخل حدودنا ومين خارج، ونتفق معاهم على وسيله تامينهم ووسيله دبلوماسيه عشان نوصلهم لحد المعبر، عشان محدش يتعرض لهم من الجيش الاسرائيلي ونبقى احنا في موقف محرج. ما تنساش ان نفس الجيش ده ما هموش اكتر من 20 سفير من سفراء الدول الأوروبية لما جم عبر البحر، هيفرق بقى معاهم أرواح مدنيين وعرب كمان. وعشان تفهم المشهد بشكل مبسط أكتر خلينا أوضحها لك كده وأبسطها لك على ورقة وقلم. طيب يا جماعة، دلوقتي القافلة هتوصل مثلا مصر على حدود ليبيا هنا عند معبر السلوم مثلا، هيبقوا عايزين يعدوا، خدوا التصاريح، نفترض إن هم خدوا التصاريح اللي هم عايزينها ومصر فعلا يعني عدتهم، عدوا وصلوا هنا بقى أقصى الشرق، هنا بقى سينا. ده يعني احنا اصلا اللي بيعدي مننا سينا ويعدي تحت قناه السويس بيطلع يعني عينه بيتفتش 100 مره، فهنقول ان هم هيعدوا من الحته دي من قناه السويس، وصلوا سينا ودخلوا سينا. دي فلسطين اللي كان محتلها. حدودنا اصلا مع فلسطين اكتر من 246 كيلو، حدودنا بقى مع قطاع غزه 12 كيلو. فهي المشكله كلها بقى في الحته دي. اللي الناس مش فاهماه ايه؟ اللي الناس مش فاهماه ان احنا ادي ال 12 كيلو ده معبر رفح بس من الجانب المصري في مسافة 100 متر، وفي معبر رفح لكن من الجانب الفلسطيني. معبر رفح ده مسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، ده تحت السيادة المصرية. لو هم عدوا واتفتحنا لهم الباب كده هم فكوا الحصار؟ لا، هم هيتزنقوا في ال100 متر المنطقة العازلة، ودي منطقة حرب. يعني اللي هيدخل المنطقة دي هو كده زي ما تقولوا يعني اتحط في كماشة. هل الجيش الإسرائيلي هيفتح لك بقى الباب؟ أكيد مش هيفتح لك. هتضرب أنت عليه نار؟ هتجبره يفتح لك الباب؟ هيقوم مدور فيك الضرب. الجيش المصري وحرس الحدود بقى احنا أولادنا وفرقة ال3 سبعات بقى ولا الصاعقة ولا اللي واقف هنا هيسيبك ولا يتفرج عليك؟ يا إما هيرد، ولو رد يبقى دخلنا حرب، يا إما هيسيبك وهيبقى شكلنا وحش. فالمنظر العام كله بايخ، مش هينفع إن القافلة دي توصل أصلا معبر رفح. بس يا سيدي، لو وصلت معانا لحد هنا وعجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك في القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان توصلك الخلاصة. سلام.